القرآن الكريم الدين وضع لهم منهجية في طريقة إصلاح الأمة؟ لو ماكو منهجية يعني كل واحد يشتغل بكيفه؟ طبعا لا. القرآن الكريم وضع منهجا مبرمجا للدعاة والمصلحين كيف يتصرفوا مع الناس حتى يصلحوهم. شلون يتصرفون؟ القرآن الكريم اكو بيه آية هسه اذكرها لك. الآية كأنه تفهمنا، تقول كل مجتمع، كل شعب، كل أمة لابد أن تنقسم على 3 طبقات. الطبقة الأولى هي طبقة العلماء الحكماء. انت شايفك أمة عايشة على الأرض كلها حش السامة أغبياء ما تفتهم؟ ما يصير. بيهم علماء عباقرة فلتات. زين. الطبقة الثانية بالمجتمع ما هي؟ وهي طبقة الناس العاديين. هذول لا هم علماء ولا هم حكماء، إنسان عادي بسيط. الطبقة الثالثة وهي طبقة المجادلين، يجادلون، يناقش، يجادل. هسه مرة يجادل بحق، مرة يجادل بباطل، مرة يجادل بعلم، مرة يجادل بجهل، المهم يجادل. هذه الطبقات الثلاث القرآن الكريم علمنا، قال أنت أيها الداعية أيها المصلح حينما تتعامل معها تعامل مع كل طبقة بما يناسبها. يعني شلون؟ يعني طبقة الحكماء العلماء لا تحاكيهم حكي بسيط عادي، ما يصير. وإنما كلمهم بلغة العلم، لأن هذا هو عالم. ويجي واحد يحكي وياه بحكايات بسيطة. فرد يوم أنا دخلت بمجلس مع العزاء، طبعا داعين فد رجل يقرأ قارئ روزخون، واكو زميل بروفيسور لقيته طالع. قلت له شو طالع ليش؟ قال لي هذا اللي يقرأ أنا وين؟ هذا وين؟ يعني أنا أقعد أسمع من هذا؟ ما يصير. يعني أنا عالم، هذا وين؟ خلوه طلع. لأن ذاك الرجل المتحدث كان يتكلم بلغة بسيطة عادية. فذول الحكماء العلماء القرآن يوصينا يقول كلموهم بلغة العلم حتى يحترمك، حتى يفهمك. الطبقة الثانية وهي طبقة الناس البسطاء